معاكي 100 جنيه وعايزه تعملي غدا يقضيك الاربع افراد، ولا يهمك، هنعمل غدا وكمان فيه لحوم وطعمه يجنن. تعالى اوريكي. رز بالشعريه جامد جدا، ما تنسوش الصلاه على النبي في الكومنتات. هنعمل ايه كمان معاه؟ هنعمل معاه صوص خطير، وهنعمل معاه كفته رهيبه وكفته صافي، يعني ما فيهاش رز خالص، طعم بقى يجنن. تعالى اقولك. ده عباره عن تلت كيلو لحمه مفرومه ب 75 جنيه. هاتي الكب بقى وهقولك اعمل ايه. تقدري طبعا ما تستخدميش الكبه وتحطيهم في طبق، عليهم كوبايه بقسماط. الكوبايه دي ب 2 جنيه لانها 100 جرام بس، والكيلو ب 20 جنيه. هاتي بقى نص رغيف عيش ونقعيه في شويه ميه، وبعد كده اعصريه من الميه جامد جدا. ما تنسوش تحطوا معلقه من البيكنج باودر. هنحط بقى عليهم رشه من الملح، رشه من السبع بهارات، رشه من البابريكا عشان تخليهم لونهم احمر جدا. كبشه التوابل اللي احنا حطيناهم دول قولوا ب2 جنيه. افرميهم فرما مبرحا. يلا وشوفيها بقى، شوفي اللحمه المفرومه خلاص كده اتعملت معايا، سيبيها بقى تتشمع. فين؟ في التلاجة. معانا ربع كيلو طماطم، معانا 100 جرام او 125 جرام من البصل، معانا فلفل ده ما لا يذكر يعني. كام بقى البصل؟ 185 قرش. معانا ربع كيلو طماطم بجنيه وربع، لان الكيلو ب5 جنيه، وكيلو البصل ب15 جنيه. احسبيها مع نفسك كده، بس انا حسبتها. قطعيهم طرنشات، بس العذاب المرير البصل المتقطع يعني معلش بقى سامحوني في البصل، ما قدرتش الاقي له حل. هتقطعوه كلهم طرنشات. هنعمل ايه بعد ما الكفته بتاعتي او اللحمه المفرومه اتشمعت؟ اعملي ايدك بالزيت كده وابدأي صبعيها، وانت جايه تقطعيها كده هتحسي ان انت يعني ايه بتاكلي في لحم الحي، بتقطعي حته كده من لحمك، هي كده معناها انها اتشمعت وكويسه جدا ومش هتفك معاكي خالص. ابدأي صبعيها. هتعمل معايا كام التلت كيلو اللحمه المفرومه دي؟ زي ما قلنا ب 75 جنيه، لان انا جايباها ب 225 جنيه. خلاص صبعتها، عملت معايا 17 صباع كفته. ولعي الزيت، مش تولعي فيه يعني، هتحطي الطاسه وتولعي البوتاجاز، واول ما يسخن حاجه بسيطه كده نص، ما تسيبوش يغلي، نزلي فيه الكفته من غير ما تاخد اي حاجه تانية من بره. وهي نيه كده هنحطها. اول ما تبدا تاخد اللون البني الخفيف، عايزينها نص سوا مش سوا كامل، ابدأي قلبيها وطلعيها. شكلها وريحتها حلوه جدا. قولولي لو عايزين نستمر في الفكره دي وافكار باسعار اقل، وكمان دي فيها لحوم فعشان كده غاليه. الارداحي هيبقى اقل من كده بكتير. خلاص بقى بعد ما خدت معانا نص سوا، هنعمل ايه؟ هاتي الصينيه نزلي فيها بنفس الزيت اللي احنا قلينا فيه الكفته، نزلي فيه معلقه توم. طبعا التوم والزيت دي حاجات متوفره في البيت فمش هنحسب سعرها. هنحط فيهم معلقه التوم، تاخد كده ريحه بسيطه. التوم ده حاجه كده اختياري. ابدأي بقى نزلي عليه ترانشات الطماطم اللي قطعناها وترانشات البصل والقرن الفلفل، احسبيه بربع جنيه مفيش مشكله، مع ان هو المفروض حاجه لا تذكر كده، بس يلا عشان نبقى الحساب دقيق. بعد كده ابدأي نزلي البصل ونزلي الفلفل بتاعك. هنحط عليهم معلقة صلصة، معلقة الصلصة دي اختياري عشان كده انا مش هحسب تمنها. هنحط عليهم كوباية من الميه عشان يبقى معانا صوص. تبداي بقى تنزلي عليهم رشه من الملح، رشه من البابريكا، رشه من الفلفل الاسود، رشه من السبع بهارات. قلبيهم كده مع بعضيهم كده عشان ياخدوا الطعم وياخدوا الريحه الحلوه. عايزه اقول لكم ريحتهم جباره، اعملوهم كده جنب اي اكل اصلا. لو انتم مش عاملين خضار هيبقى طعمه حلو جدا 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 جدا. نزلي بقى فيهم الكفته، احنا طبعا قايلين ان الكفته مقليه نص سوا. قلبيهم كده مع بعضيهم وحاولي تغطيهم باي غطا عندك. انا طبعا ما عنديش غطا مستطيل فسبتها كده. يلا بقى الرز عباره عن كوبايه من الشعريه وكوب من الرز، 100 جرام من الشعريه يعني حوالي 2 جنيه، ونص كيلو من الرز. كيلو ب26 جنيه، يعني كيلو نص كيلو ب13 جنيه. هتحطي على كل كوبايه رز نص كوبايه ميه ورشه ملح، وبعد كده تعلي النار، وبعد كده توطيه اول ما تلاقي ان هو شرب الميه. ريحه الكفته كانت جباره، ما خدتش ربع ساعه على النار، كانت ريحتها حلوه جدا وحلوه قوي وما خسيتش كتير طبعا عشان خاطر معلقه البيكنج باودر ورغيف العيش. قولوا لي لو عايزين افكار من كده تاني، ما تنسوش فاروق.